السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبسولة جديدة، كبسولة على الفطار. لو بتاخد إبر أنسولين أو إبر تخسيس سواء أوزمبيك مونجارو ويجوفي، هيكون مهم جدا تشوف كبسولة النهاردة. جرعتك اللي انت متعود عليها في الأيام العادية ممكن تكون مشكلة في شهر رمضان. في الكبسولة دي هنفك الشفرة وهنساعدك ونحميك إن شاء الله بإذن الله تعالى من غيبوبة الهبوط اللي ممكن تحصل لك. الأول خلينا نتعرف على أنواع الأنسولين. الانسولين القاعدي او الارضيه زي اللانتوس والليفيمير ده بيغطي احتياج يومك او جسمك بالكامل، خليه مع الفطار، واحيانا بنحتاج نقلل جرعته. اللانتوس بيقل جرعته من 30 ل 50%، والليفيمير من 15 ل 30%. الانسولين السريع او انسولين الوجبات زي النوفورابيد والابيدرا، جرعه الغداء طبعا بتتلغي تماما، والفطار بناخدها كامله، والسحور بتقل للنص. وناخد بالنا مع الانسولين السريع ده بالذات مفيش اكل مفيش حقنه، لانه هو بينزل السكر مباشره. الانسولين المخلوط زي الميكستارد والنوفوميكس بناخده، لو بتاخده مرتين جرعه الفطار هتبقى زي ما هي، جرعه السحور بنقللها للنص. ابر السكر والتخسيس سواء اسبوعيه او يوميه زي الاوزمبيك والمونجارو والتروليسيتي الساكسندا والوجوفي، الجرعه هنا ما بتتغيرش، بنكمل عليها زي ما هي، يفضل ناخدها بعد الفطار. لكن فيها نقطتين لازم ننبه عليهم، ان الابر دي بتقفل الشهيه وبتخليك تنسى العطش، ودي مشكله كبيره مع الصيام، بتدخلك في جفاف وممكن تضر كليتك. فلازم تظبط على الاقل منبه تشرب كوبايه ميه كل ساعه في الوقت من الفطار للسحور. التركه الثانيه اللي لازم ننبه عليها، ان الابر دي بتبطئ حركه تفريغ المعده، فاول ما تفطر وده بدات في المقليات والسمبوسه ممكن تسبب لك غثيان وترجيع. افطر بالتدريج عشان تتجنب الموضوع ده تماما. لو بتحقن الانسولين كل يوم في نفس المكان، او بتستخسر تستخدم نفس سن القلم او سن الابره اكتر من مره لحد ما يعمل كلكعه، الكلكعه دي خد بالك بتحبس الانسولين، وفجاه ممكن تفرزه في الدم وانت صايم، فممكن تهبطك. الحل اياك تحقن فيها تماما، واديها فرصه تخف. غير مكان الحقن يوميا، مره يمين السره مره شمال السره، والاهم سن القلم بتغيره كل مره بتحقن فيها الانسولين. فضل عندنا نقطتين وهنقفل كبسوله النهارده، الكبسوله الدسمه. المكملات دي مش بديل الدواء بتاعك، لكنها درعك الواقي اللي بيساعد جسمك يتجاوب مع الانسولين بطريقه احسن، وممكن بعد كده بالتنسيق مع طبيبك تقلل الجرعات. اول مكمل معانا البربرين، بنسميه الجلوكوفاج الطبيعي، بيعالج مقاومه الانسولين وبيساعد خلاياك تستخدمه بطريقه اكفأ. اخر دراسات بتوضح ان هو بيقلل السكر الصايم والسكر التراكمي. تاني مكمل معانا الكروميوم بيساعد الانسولين يعمل بكفاءة اعلى، وبيقلل شراهة